المعجبين بشخصية أحمد شفيق وتاريخه وإنجازه هل من حقهم أن يطالبوا أحمد شفيق مثلا، أنا لا أروج أيضا، أن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة؟ يعني أنا أتخيل أن أنا لم أعد في سن أرى فيه أنه مناسب لي أن أعمل حاجة زي كده، يعني ببساطة شديدة. ولا أتخيل، يعني أنا بستعرض الساحة ألاقي إن في ناس كثيرين جدا جدا ممكن يكونوا أكفأ مني في التسابق على هذا المجال. هل حضرتك بترى في نفسك الاستعداد الصحي للقيام بهذه المهمة التاريخية؟ صحيا؟ نعم. زي الحديد. كم سنة عندك؟ كم سنة؟ 70 و3 أشهر. 70 سنة مش كبير شوية في مصر ولا؟ العملية بتتوقف على الحالة الخاصة بتاعت كل واحد، وأحيانا 30 سنة بيبقى عجوز قوي. ما شاء الله. هترشح مين لرئاسة الجمهورية؟ لا انا ما اعرفش لسه المرشحين. في الدكتور البرادعي، في الاستاذ عمرو موسى، في الفريق احمد شفيق قالوا انه هيرشح نفسه، في الدكتور سليم العوا، في لا احمد شفيق مش ممكن طبعا، يعني ما اقدرش انا ارشحه، انا ليا تجارب شخصيه معاه يعني. مع احمد شفيق؟ طبعا. مش ممكن ترشحه؟ لا 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 لا. ليه؟ يعني اسال اي واحد في القوات الجويه. مش هنا بس. يعني ده من الجيل اللي كان حول مبارك كلهم كذابين وافاقين ونصابين وحاجه